في المقابل سادتي الكرام، وبعد جدل واسع عن الميليشيات المحا التي باتت ندا قويا للحكومة، لا سيما بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات المطالبة بإقالة حكومة علي زيدان، هذان الموضوعان سادتي الأكارم هما ملفا هذه الليلة. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم سادتي الكرام من جديد، ونبدأ تغطيتنا لهذه الليلة من الملف اللبناني، إذ ينضم معنا في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك أستاذ رغيد وجميع مشاهدي بلادي. حياكم الله. وأيضا عبر الأقمار الصناعية من لندن المحلل السياسي جعفر الأحمر. أهلا بك سيدي الفاضل. ومن القاهرة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صلاح مغاوري. حياك الله سيد مغاوري. أهلا بك. نبدأ من بغداد مع الدكتور خالد عبد الله. دكتور خالد، يعني اليوم لبنان قصف بقذائف أو صواريخ إسرائيلية، لماذا لم نرى أي استنكار وخطابات عربية كما نراها يعني لو حدث الأمر لدى الكيان الإسرائيلي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لابد أن نشير بأن المواقف العربية اليوم أصبحت متشظية في داخل، سواء كانت في داخل الأزمة السورية أو حتى في داخل المشهد اللبناني. فهذه المواقف العربية اليوم بدأت أيضا تأخذ بالحسبان الفرقة أو في التوجهات التي قد تضعها كل من المملكة العربية السعودية من جهة أو قطر من جهة ودول الخليج قاطبة فيما يتعلق بالمسائل والملفات الإقليمية، سواء كان في أزمة اليمن سابقا ومن ثم ليبيا، تدخلها في إطار ليبيا والضربة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وإسقاط معمر القذافي، أو فيما يتعلق حتى مسألة استلاب الثورة في اليمن وعبر المبادرة الخليجية. فأعتقد من عدم الانسجام العربي وعدم وجود مواقف واضحة أخذ ينقسم وينعكس بالتحديد في داخل المشهد، سواء كان حتى في داخل المشهد العراقي بعد 2003 أو حتى في إطار الأزمة السورية، وأيضا ما يحدث من حراك اليوم في داخل لبنان. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا لا زال السياسيون العرب يعني يذهبون نحو استراتيجيات معينة، قد تكون واحدة من الاستراتيجيات اليوم المملكة العربية السعودية في إطار خروجها من التحالف أو من الاستراتيجية الحقيقية لتفاعلها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تقاطعت فيما يتعلق وجود روسيا والصين وموقفها من الأزمة السورية، وأيضا مؤتمر جنيف 2. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا اليوم نلاحظ بأن في المملكة العربية السعودية أخذت تبحث عن أحلاف أو حلفاء جدد في الاتحاد الأوروبي، واقصد هنا زيارة فرنسا وهولندا إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا الإشارة بأن هنالك زيارته جاءت لتبني مواقف سياسية واقتصادية. المواقف السياسية من الملف النووي مع مجموعة 5+1 لبحث المملكة العربية السعودية، خصوصا كان هنالك اعتراضات، وكانت المملكة العربية السعودية يعني تريد أن لا يكون هنالك اتفاق حول هذا الملف، وكان هنالك شكوك في هذا الجانب، وأيضا كان هنالك دور فرنسي لعدم وصول هذا الاتفاق إلى يعني حياز التنفيذ. مسألة أخرى فيما يتعلق بالمشهد السوري والاختلافات في وجهات النظر، فرنسا كانت أقرب إلى الوجه المملكة العربية السعودية في مد الفصائل والمجاميع المسلحة. هذا جانب. والجانب الآخر هو المشهد اللبناني. اليوم الملك عبد الله وبرسالة من قبل رئيس جمهورية لبنان سليمان أشار بأن هنالك دعم للقوات العسكرية بمبلغ 3 مليار دولار، وهنا أيضا نضع نقاط استفهام، لأن هنالك كانت اتفاق الطائف الذي قسم السلطة في لبنان، وما ينتج اليوم من لبنان من تشظي في المواقف هو نتيجة صراع إقليمي، سواء كان من أطراف عربية وحتى من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في المنطقة. وهذا أكيد هو محور حديثنا لهذه الليلة، ما يجري في لبنان. دعني أذهب سيد الفاضل ضيوفي الكرام إلى لندن وإلى المحلل السياسي الأستاذ جعفر الأحمر. حياك الله أستاذ جعفر. أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا على بلاد الفضائية. معي أستاذ جعفر. أستاذ جعفر، بداية يعني بسؤال واضح، إلى أي مدى يستغل الكيان الإسرائيلي اليوم الخلافات العربية للتحرك وفق مساحة أوسع داخل البلاد العربية؟
الصهيوني الآن يعتبر نفسه في أفضل أوقاته لسبب بسيط، وهو أن معظم الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل العدو الأساسي لها، ومن من هذه الدول ما زال يعتبر أن إسرائيل هي العدو، لكن باتت الأولوية هي الثانية وليست الأولى. فإسرائيل تستفيد من هذا التباين الواضح في مواقف الدول العربية، ويبقى الموقف يعني الأساسي الذي يحمل هم الكيان الصهيوني في لبنان هي القوى الإسلامية، خصوصا حزب الله والقوى له في سوريا أو في إيران، هي التي تتحمل عبء مواجهة المخططات الصهيونية والدفاع عن لبنان في الوقت نفسه. أكيد إسرائيل كما قلنا تستفيد من التباين العربي الذي لم يعد يعتبر الكيان الصهيوني عدوا واضحا له. طيب، أتحول بسؤالي الآخر إلى القاهرة وإلى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السيد صلاح مغاوري. حياك الله أستاذ صلاح، أهلا بك. بداية أستاذ صلاح، يعني لماذا نسمع اتهامات هنا وهناك لحزب الله؟ حياك الله. لماذا نسمع اتهامات هنا وهناك لحزب الله ودول، ولا نسمع من يدين إسرائيل حتى عندما تقصف بشكل مباشر، وهذا الشيء على أرض الواقع موجود؟ في حقيقة الأمر المعادلة في لبنان معادلة مختلفة تماما عمن سواه في المنطقة. الوضع في لبنان وضع شائك بطبيعة الحال بعد الانتهاء من الحرب الأهلية. كما تعلم أن لبنان مر بفترة عصيبة امتدت لأكثر من 17 عاما. وجود حزب الله في المعادلة اللبنانية ليس وجودا سهلا. الاتهامات التي توجه لحزب الله من بعض القوى اللبنانية بين الحينة والأخرى يعني اتهامات مباشرة في يعني بشكل أو بآخر. كما تعلم أن خليط المشهد اللبناني هو خليط شائك. عندما توجه اتهامات إلى حزب الله تحديدا، هو يتهم بأنه الجهة الوحيدة الآن الحائزة للسلاح داخل الساحة اللبنانية. عندما تقوم إسرائيل بعمل عسكري أو عمل عدائي تجاه سواء جنوب لبنان أو أي دولة شقيقة في المنطقة، تواجه باتهامات. لكن داخل الساحة اللبنانية تحديدا هناك أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الشأن اللبناني. ليس سهلا على الإطلاق. المعادلة اللبنانية معادلة مرتبطة بالعامل الإقليمي أكثر منه بالعامل الداخلي. يعني المؤثر الإقليمي واضح تماما داخل الساحة اللبنانية. من هذا المنطلق عندما يوجه اتهامات سواء لحزب الله أو أحد التيارات السياسية، تيار المستقبل أو التيار ميشيل عون أو القوات اللبنانية، توجه أولا يكون لها أو وراها دافع دولي في المقام الأول. يعني الإقليمية واضحة تماما. كما تعلم أن الشأن السوري يضغط أيضا على ما يحدث داخل لبنان. الاغتيال الأخير لوزير المالية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هو أضفى أيضا ثقلا جديدا على المعادلة، وألقى ببعد آخر إلى جانب الأبعاد الإقليمية التي تؤثر داخل الساحة اللبنانية. المعادلة اللبنانية معادلة شائكة بطبيعتها. العامل الإقليمي عامل مؤثر، والعامل الدولي أيضا. يعني منطقة لبنان تحديدا هي منطقة تسمى أو يطلق عليها هي متنفس للسياسة الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط بأكمله. طيب، أتحول إلى بغداد وأتمنى تبقى معي أستاذ صلاح مغاوري إضافة للأستاذ جعفر الأحمر من لندن. وإلى بغداد وإلى الدكتور خالد عبد الإله. حياك الله دكتور من جديد. اغتيال وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح، يعني تداعيات هذا الاغتيال، هنالك من يقول أن ذلك سيؤثر على الواقع اللبناني بشكل أو بآخر. كيف ترى ذلك الاغتيال ضمن هذا الوقت، وما تأثيرات هذا الاغتيال على الواقع اللبناني؟ يعني هنالك أطراف تحاول أن تثير هذه الاغتيالات
ورموز وطنية في داخل المشهد اللبناني من أجل أن يكون هنالك إثارة داخلية وإثارة دولية فيما يتعلق بمقتل أو اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في إطار المحكمة الدولية، وهنالك اتهامات كانت هذه الاتهامات موجهة إلى حزب الله في هذا الجانب. ولا ننسى أيضا بأن هنالك بعض الأطراف اليوم في اتفاقية بعبدة للحوار الوطني الذي عقدت في حزيران 2013 بأن هنالك مسألة أساسية أن كل القوى السياسية في لبنان تنأى بنفسها عن ما يحدث في إطار المشهد السوري، لأن سوريا كانت أيضا لها تأثير كبير في داخل المشهد وتقريب أيضا الكثير من الفرقاء في داخل المشهد اللبناني. فبالتأكيد هذا الاغتيال منذ اللحظات الأولى للاغتيال كانت هنالك أسهم الاتهام بدون أن يكون هنالك دليل قاطع إلى موجهة إلى حزب الله من أجل أن يكون هنالك انسحاب لحزب الله إلى داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي يعني تغير في أطراف المعادلة أو في تغير في تقدم الجيش العربي السوري لمواجهة الفصائل المسلحة الإرهابية التي كانت تدعم أيضا من أطراف معلنة اليوم من قطر والمملكة العربية السعودية ومن تركيا. فبالتأكيد هذه هي المعادلة الإقليمية التي أخذت تقترب من هذا الجانب. أنا أتوقع بأن هذا الحادث الاغتيال ليس هو الوحيد، كانت هنالك الكثير من حالات الاغتيال، حتى يعني قوة الثامن من آذار وحزب الله بالتحديد كانت هنالك انفجار لسيارات مفخخة في داخل المربع الأمني في داخل بيروت الجنوبية، كان هنالك استهداف لبعض اللقيس أحد قيادات حزب الله. فبالتأكيد الجهة الخفية التي تحاول أن تثير الصراع اليوم ما بين القوة اللبنانية هي التي تريد أن تغير أطراف التعاون الإقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالمشهد السوري. كلنا نرى ونسمع ونشاهد بأن ما يحدث في سوريا يلقي بظلاله على المشهد اللبناني. اليوم هنالك عملية تصفية حسابات، البعض يحاول أن يقسم لبنان أو يعيد إلى ذهنية الحرب الأهلية التي حدثت في السبعينيات الماضية وكان هنالك دمار شامل للبنانيين. لكن أنا أتوقع بأن هنالك نوع من العقلاء، هذا الفريق الآخر من العقلاء اليوم لحد الآن يحاول أن يضع أطرا أساسية فيما يتعلق بحوادث الاغتيالات. كانت هنالك تسجيلات تم إعطائها للجان التحقيقية فيما يتعلق مقتل رئيس وزراء رفيق الحريري لطائرة تجسس إسرائيلية كانت تتبع يعني موكب الرئيس الحريري حين ذاك في 2005، وهذه التسجيلات تم اختراقها وأعطاها إلى لجان التحقيق ولكنها لم تكشف للعلن، وهذا يدل على أن هنالك هذه اللجنة لم تكن مهنية وكانت تحاول أن تضرب المقاومة ومحور الممانعة في هذا الجانب. طيب، إلى لندن وإلى الأستاذ جعفر الأحمر. سيدي الفاضل، يعني هل تتفق مثلا مع من يرى أن لبنان ستكون هي الأرض الخصبة للجماعات المسلحة بعد سوريا مثلا؟ لبنان أصلا الآن يتعرض إلى مشاكل أمنية كثيرة بسبب تداعيات الأزمة السورية عليه، وأهمها وأبرزها دخول مجموعات مسلحة متطرفة إلى أراضيه، وساهمت هذه المجموعات في توتير الأجواء في لبنان الذي هو متوتر أصلا بسبب الاختلافات السياسية الموجودة بين القوى الأساسية. هذه المجموعات المسلحة أعتقد أنها تشكل الآن الخطر الأبرز على استقرار لبنان. الخلافات السياسية بين اللبنانيين عميقة وكبيرة وعمرها منذ تأسيس لبنان، لكن الخطر الآني والمحدث بجميع اللبنانيين هو خطر جماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تأتي عبر الحدود اللبنانية السورية. الكثير منها يأتي عبر الحدود اللبنانية السورية الطويلة، وشاهدنا بعض الأعمال التفجيرية كما حصل في تفجير سفارة الإيرانية منذ شهرين، وقبلها تفجيران حصلات في الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات أو مقتل العشرات وإصابة المئات. وفضلا عن يعني حوادث أخرى جرت في صيدا وفي طرابلس كان للجماعات الإسلامية يد فيها، إلى أن يعني حسب الجيش اللبناني أمره وأنهى ظاهرة ما يسمى الأسير في صيدا وظاهرة الميليشيات المسلحة
في طرابلس، لكن ما زال في رأيي الأساسي الذي يتهدد لبنان هو في خطر هذه المجموعات المسلحة العابرة للحدود التي تحمل فكرا تكفيريا ولا تقبل المشاركة ولا تقبل أي نوع من حتى التعامل السياسي، الاختلاف السياسي بين القوى. طيب، إلى القاهرة وإلى الأستاذ صلاح مغاوري. أستاذ صلاح، يعني برأي حضرتك إلى أي مدى من الممكن أن ينعكس حل الأزمة السورية على الوضع اللبناني؟ الوضع السوري هو وضع مؤثر للغاية داخل الساحة اللبنانية، أي أن انعكاس ما يحدث في سوريا واضح تماما عما يحدث داخل الأراضي اللبنانية. الوضع السياسي داخل لبنان لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الوضع الأمني، كما أشار الزميل العزيز إلى أن التفجيرات التي شهدها لبنان مؤخرا خلال العام الماضي، من تفجير السفارة الإيرانية إلى التفجيرات التي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى التفجيرات التي وقعت في طرابلس بشمال لبنان، إلى التوتر الأمني الذي يعني يراوح مكانه بين الحين والآخر في شمال لبنان بين جبل محسن وباب التبانة. العديد من هذه الإشكاليات الأمنية يعني هي رد فعل للوضع السياسي الشائك الذي يؤثر على الساحة اللبنانية بعد معركة القصير تحديدا التي نجح حزب الله في حسمها لصالح النظام السوري. انعكس الوضع داخل الأراضي اللبنانية بتفجيرات أو ببعض المتسللين الذين قاموا بأحداث سواء في منطقة البقاع أو المناطق الحدودية المتخمة لسوريا. هذا الوضع أو إلى جانب ما لقته المقاومة اللبنانية الممثلة في حزب الله من يعني اتهامات بضرورة يعني عدم انخراط حزب الله في الشأن السوري أكثر من ذلك، والمطالبة من بعض القوى السياسية بانسحاب حزب الله من سوريا، ألقى بظلاله على الوضع في لبنان بشكل واضح، وهدد البعض أو بعض القوى السياسية بإمكانية أن يتم تدويل مسألة حزب الله مجددا والتلويح باستخدام هذا التهديد للضغط على حزب الله من أجل الانسحاب من سوريا. هذا الوضع يلقي بظلاله السلبية على الوضع الأمني في لبنان كما تعلم. نعم. قبل اتفاق الدوحة الذي يعني أنهى الخلافات السياسية وجاء بحكومة نجيب ميقاتي والرئيس ميشيل سليمان، كانت هناك بعض الأحداث التي جرت في شمال لبنان في نهر البارد تحديدا من وجود قوى مسلحة انضمت إلى القوات التي كانت تهدد بإشعال الوضع في شمال لبنان مجددا، لكن الجيش اللبناني في هذه الفترة نجح في القضاء على هذه الجماعات بشكل كامل، وهرب من هرب من النهر البارد. لكن هذه الأحداث تعود مرة أخرى وتضغط على الوضع اللبناني وتأثر بها المواطن وتتأثر بها لبنان أو يتأثر بها الداخل اللبناني بشكل عام، أي أن ما يحدث في سوريا ينعكس وسينعكس سواء إذا حدث اتفاق في مؤتمر جنيف 2 بطبيعة الحال قد يعني يؤثر على الوضع في لبنان سواء سلبا أو إيجابا. أتمنى تبقى معنا سيد صلاح ليتحول إلى بغداد ضيوف الكرام مشاهدين الكرام وإلى الدكتور خالد عبد الله مجددا. دكتور خالد، كيف تعلقون على الدور الخليجي اليوم في المنطقة؟ أتيت في ذكر حديثك قبل قليل على الدور السعودي وتعاطي السعودية مع المنطقة بشكل عام وتعاطيها مع الجانب الأمريكي يعني أيضا. اليوم مو بس السعودية، دول الخليج بشكل عام كيف ترى تعاطيها يعني في المنطقة اليوم، دورها في المنطقة اليوم ما هو؟ يعني أعتقد بأن اليوم دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية تحاول
أن يعني تغطي على الفراغ الحاصل في إطار الناحية الإقليمية. كان هنالك الكثير من اللاعبين الإقليميين الذين كانوا يسيطرون على الساحة الإقليمية. أقصد من هنا دور العراق كونه مؤسس الجامعة العربية، أقصد من هنا دور سوريا، لبنان ومتعانيه لبنان، حتى مصر. اليوم هنالك كانت صراع حقيقي ما بين العسكر والإخوان المسلمين، وكان أيضا هنالك يعني عدم وجود رؤية واضحة في ما يتعلق بالبيت الخليجي. كان هنالك قطر تسعى إلى دعم الإخوان، وهنالك كانت المملكة العربية السعودية تسعى إلى دعم المؤسسة العسكرية، وصار هنالك أحداث ما يتعلق بمصر وما تعانيه اليوم مصر من أحداث إرهابية، وخير دليل على أيضا الانقسام السياسي وأيضا انقسام أو المحور الإقليمي وتأثيراته في داخل المشهد المصري. وحتى اليوم ما تعانيه اليوم لبنان أيضا من صراعات، هي صراعات إقليمية، تصفية حسابات. المملكة العربية السعودية اليوم في إطار المؤتمر أو اللقاء الثنائي ما بين الملك عبد الله وهولندا رئيس فرنسا أشاروا على اتفاقيات، مجموعة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، بل كان هنالك أيضا يعني وجود لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، وأيضا رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربة أيضا في لقاءاته سواء كان مع الملك عبد الله أو مع الملك الفرنسي. وأيضا لا نلاحظ اليوم حتى الخطاب رئيس الجمهورية اللبناني سليمان أكد على تأكيده على أن يكون للمملكة العربية السعودية هي الدولة الأكبر التي دعمت الجيش اللبناني بمبلغ 3 مليارات دولار. وأيضا أشاروا بأن هذه المبلغ 3 مليارات دولار تذهب إلى فرنسا من أجل أن يكون هنالك أيضا وجود للدور الفرنسي في المنطقة. إذن فرنسا من جهة، المملكة العربية من جهة، الولايات المتحدة من جهة، بريطانيا من جهة، وأيضا المشهد ما يتعلق بمسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووصول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أنا أتوقع بأن اليوم المملكة العربية السعودية تحاول أن تضع نفسها في كل مكان. عندما كانت هنالك اختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق تصفية الأزمة السورية في مؤتمر جنيف 2، كان هنالك أيضا يعني تدمي لطبيعة العلاقة اليوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية. عقبتها زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة كيري للمملكة العربية السعودية، قال بأننا نحن متفقون مع استراتيجيا مع المملكة العربية السعودية، ولكن مختلفين في طبيعة المرحلية التي اليوم في داخل أو تغير المشهد السوري. كما أشار ضيفك، كانت معركة القصير هي المعركة الاستراتيجية الكبيرة، ثم اليوم جاءت معركة القلمون أيضا لتشير إلى تقدمات للجيش العربي السوري وأيضا لحزب الله في حسم هذه المعركة وتصفية ما يسمى بداعش وجبهة النصرة التي تمارس أعمالا قذرة بحق الشعب في سوريا. وأيضا اليوم لبنان لم تعد اليوم لبنان كما تفضل زميل ضيفك فيما يتعلق بممرا، وإنما أصبحت مقرا. وما يحدث اليوم من صراع في باب التبانة وجبل محسن، والصراع ورفع الأعلام السورية أو رفع حتى أعلام جبل يعني جماعة القاعدة. اليوم في تشييع أحد جنازات يعني الذين يعني بوصله بقرابة بمفتي ديار اللبنانية القباني محمد رشيد قباني، كان هنالك سخط في عدم حضور القباني لهذه الجنازة، على الرغم من أنه يرتبط به برباط عائلي. وخرجت هذه المجموعات المنشقة فيما يتعلق التي قد تتبع تيار المستقبل برفع أعلام سوداء وهي أعلام القاعدة، وهذا خط أحمر في إطار الساحة اللبنانية. طيب. إذن لبنان أصبحت هي ليس مسرحا لمرور وما حدث فيما يتعلق بالنهر يعني منطقة النهر البارد، وإنما أيضا أصبحت مقرا لانطلاق ما يسمى بالجماعات السلفية أو الجهادية المتطرفة في داخل المشهد اللبناني. طيب يعني أستاذ جعفر الأحمر، يعني هنالك معلومات تفيد بأن دول خليجية تعمل على زعزعة الوضع بشكل أو بآخر في المنطقة، إضافة إلى عملها على إشعال حرب طائفية. يعني ما الذي ستستفيده تلك الدول ولمصلحة من سيد أحمر؟ أعيد السؤال لك سيد أحمر مرة أخرى.
يعني سألت حضرتك حول معلومات تفيد بأن دول خليجية في تعمل على إشعال حرب طائفية في المنطقة. السؤال هنا لمصلحة من تعمل هذه الدول؟ ما الذي ستستفيده هذه الدول من إشعال حرب طائفية في المنطقة؟ نعم. لم أسمع السؤال جيدا، لكن إذا أعيد السؤال لحضرتك مرة أخرى سيد أحمر، أعيد السؤال لحضرتك مرة أخرى. يعني هنالك مخططات من قبل دول خليجية لإشعال حروب طائفية في المنطقة. ما مصلحة هذه الدول بإشعال حروب طائفية في المنطقة؟ شنو مصلحتهم؟ أعتقد أن هنالك دول يعني في الخليج أو في العالم العربي تعتبر نفسها أنها تحض على حرب أو طائفية في المنطقة. الخلافات هي خلافات سياسية ولا تحاول يعني أن تصبغ هذه الخلافات بالمذهبية. ربما هي تحمل ضمن بعض المتبنيات المذهبية أو الطائفية، لكن الخلاف بشكل أساسي هو خلاف سياسي. وحتى الدول التي تدعم قوى في لبنان أو سوريا أو العراق لا تصرح علنا بأنها تدعم بناء هذه الأطراف بناء على ارتباط مذهبي أو طائفي. هي معظم الدول التي ترتبط بتحالفات مع القوى السياسية في المنطقة تعتبر أن هذه التحالفات سياسية، وهي تدعم رؤية سياسية لهذه القوى أكثر منها رؤية طائفية. طبعا في الأثناء بعض الممارسات لا بد إلا أن تثير الغرائز المذهبية والطائفية. للأسف لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي بسبب يعني انقسام العالم العربي إلى كتلتين أو ثلاث، وتصبح الفئة هذه تكفر أو يعني تعتبر الفئة الأخرى عدوا لها، بينما لا تعتبر إسرائيل العدو الأساسي لها في هذه المرحلة. أعتقد أن هذا الجو الذي يعني ينتج عن الخلاف السياسي في المنطقة لا يستفيد منه إلا العدو الإسرائيلي، سواء تم ذلك عن جهل أو عن وعي من القوى الإقليمية الكبرى. طيب، إلى القاهرة وإلى السيد صلاح مغاوري. سيد صلاح، يعني قادة 14 من آذار تعهدوا بما وصفوه لبنان من السلاح غير الشرعي، يعني كيف تعلق على ذلك؟ هي مقولة السلاح غير الشرعي دائما ما يتهم بها حزب الله تحديدا لأهداف سياسية أكثر منها يعني أهداف عملية أو واقعية على الأرض. في أعقاب الحرب الأهلية التي يعني عانى منها لبنان طويلا وانتهت باتفاق الطائف في العام 1990، يعني قاد حزب الله المقاومة بشكل واضح، وهو الذي تصدى لحمل لواء المقاومة. بطبيعة الحال كانت هناك يعني فصائل مقاومة أخرى إلى جانب حزب الله، لكن يعني انتهى الأمر بأن يتولى حزب الله المقاومة بشكل فاعل وبشكل كامل تقريبا، يعني إلى جانب كما تعلم أن الجيش اللبناني هو جيش في تسليحه ومعداته جيش يعني أبعد ما يكون عن التسليح الذي تتمتع به أو يتمتع به الجيش الإسرائيلي. معادلة حزب الله اعتمدت على الأسلحة غير التقليدية التي تستخدم في حروب العصابات والتي تناسب الوضع في جنوب لبنان وتتناسب مع مواجهة عدو يحمل يعني كل ما أوتي من أسلحة وقوة. فكان الحزب هو الذي يعني تولى موضوع الدفاع عن الجنوب، وهو الذي قاد لواء هذه المنظومة الدفاعية ونجح في إخراج العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، ونجحت المقاومة بأسلحتها غير الاعتيادية. كما تعلم أن تسليح المقاومة هو تسليح خفيف وتسليح يعتمد على
حروب العصابات وما إلى ذلك. هذه المعادلة يعني بعض القوى التي يعني لها ظهير خارجي يعني كانت تحاول الدفع في اتجاه نزع سلاح حزب الله. عندما قامت حرب 2006 واعتدت إسرائيل مجددا على لبنان لم تفرق بين الفصائل بمختلف مذاهبها، وقصفت يعني إسرائيل لبنان من شماله إلى جنوبه، وقصفت مطار بيروت ومنعت الملاحة عنه، وقصفت الموانئ اللبنانية إلى جانب شبكة الطرق الرئيسية. كنا نتجول في الجسور عندما نتوجه إلى طرابلس في الشمال عن طريق طرق التفافية في هذه الأثناء. كانت هذه الحرب يعني شلت لبنان تماما وقضت على يعني معظم بنيته الأساسية، لم تفرق بين مسلم ومسيحي وشيعي ودرزي وما إلى ذلك. أي أنه عندما وقعت الحرب لم تفرق بين المذاهب اللبنانية بمختلف اتجاهاتها، لكن المقاومة في هذه الفترة نجحت في صد العدوان عن لبنان بأكمله، ونجحت نجاحا مفرطا في الدفاع عن لبنان. لكن بعض القوى المدعومة بأطراف خارجية، كما تعلم أن معظم الفصائل السياسية في لبنان لها ظهير خارجي يحاول التأثير في قراراتها وبالابتعاد عن القضايا الوطنية التي يجب أن تحكم القرار السياسي في المقام الأول. كانت بعض الأصوات تنادي بنزع سلاح حزب الله، وظهرت معادلة يعني المقاومة مع الجيش وضرورة وجود منظومة دفاعية عن لبنان يتضافر بها كل القوى الدفاعية بما فيها الجيش. وظهر الحوار الوطني الذي يعني أقيم في مرحلته الأولى تحت رعاية رئيس النواب نبيه بري في هذه الفترة، ثم بعد ذلك عندما تولى الرئيس ميشيل سليمان رئاسة الجمهورية أجري ذات الحوار بنفس الأجندة التي كانت يعني وضعت يعني قضية واحدة. سيد مغاوري حقيقة دعنا نتحدث بالملف الآخر، نتحدث إلى الملف الليبي. ضيوف الكرام سادتي المشاهدين، ننتقل إلى ملف ليبيا وما يجري اليوم في ليبيا من تصعيدات متواصلة، ولكن بعد فاصل. ومرحبا بكم من جديد سادتي الكرام. بالانتقال إلى الملف الليبي مباشرة نستغل سويعتنا هذه بالحديث السريع حول ليبيا. يعني اليوم دكتور خالد عبد الإله، اليوم تتنامى قوة الجماعات المسلحة في ليبيا بشكل كبير جدا، بشكل متواصل جدا. يعني كيف ترى مستقبل تنامي الجماعات المسلحة بهذا الشكل على مستقبل البلاد؟ يعني بالتأكيد بيئة ليبيا هي بيئة خصبة اليوم للجماعات المسلحة والمتطرفة بعد حوادث كثيرة فيما يتعلق حوادث اغتيالات أو حتى فيما يتعلق يعني تطويق للموانئ تصدير النفط. البعض أشار إلى أن يكون هنالك مسألة الحديث عن الأقاليم وتشكيل أقاليم، البحث أيضا عن يكون هنالك تداخل ما بين هذه المجاميع المسلحة والجيش، ضرب القيادات الوطنية في الجيش. فأعتقد أن اليوم ليبيا تعاني كثيرا في هذه المسألة، واليوم حتى بعض الفصائل المسلحة قامت بتطويق لمبنى رئاسة الحكومة لإجبار علي زيدان أن يتنازل أو يتنحى عن رئاسة الحكومة الليبية الحاضرة. فالصراحة قوي جدا هذه الفصائل المسلحة. أعتقد أيضا بأن العامل القطري والخليجي موجود أيضا في داخل المشهد الليبي. أعتقد بأن بعض الوثائق التي تتعلق بالمشهد العراقي فيما يتعلق تجنيد لبعض الإرهابيين والفصائل المسلحة، وخصوصا في منطقة بنغازي والمناطق المحاذية للموانئ الليبية المصدرة للنفط، من أجل إرسالهم إلى تركيا، وعن طريق تركيا يتم إدخالهم إلى
الناحية السورية وأيضا المشهد العراقي. فبالتأكيد هذه الفصائل المسلحة هي فصائل عاملة بقوة، استغلت السلاح الموجود من قبل الجيش التي كان في صراع حقيقي ما بين الفصائل المسلحة وما بين القيادات الجيش التي كانت تقف في بعضها مع معمر القذافي. ولكن أنا أتوقع بأن يعني ابتعاد العامل الخارجي والعامل الدولي وعدم وجود هنالك دعم حقيقي فيما يتعلق بفرض القانون، فرض السلطة، هو التي أنتج هذه البيئة الخصبة لمثل هذه المجامع الإرهابية. وبالتالي أخذت ترسل هذه المجامع الإرهابية نشاطاتها ليس في داخل المشهد الليبي وإنما حتى فيما يتعلق بالمشهد اللبناني وحتى المشهد السوري والمشهد العراقي، هو خير دليل على ذلك. طيب سيد جعفر، يعني في تطور جديد يعني تحدث عنه كذلك الدكتور خالد عبد الإله. اليوم مسلحون، اليوم متظاهرون حاصروا مبنى وزارة الخارجية للمطالبة باستقالة حكومة علي زيدان، يعني تطور جديد بمفهوم جديد. ما الذي نفهم من هذا التطور سيدي الفاضل؟ يعني إذا أردت أن نلخص الوضع الليبي خلال العام 2013 بعبارتين هو التالي: هجمات عسكرية على مؤسسات عسكرية وقواعد وسفارات وقنصليات، ومحاصرة سفارات ومحاصرة وزارات واغتيالات، ووصولا إلى حد محاصرة وخطف رئيس الوزراء، وبالإضافة إلى عمليات انتحارية حدثت يعني بما يحاكي ما يحدث في العراق وسوريا. هذا هو الوضع الليبي للأسف بعد أكثر من عامين على سقوط نظام الرئيس معمر القذافي. ليبيا بلد مترامي الأطراف، كان يحكم بقبضة من حديد، يعني حكم بالقوة. حال سقوط النظام حاولت القوى يعني الموجودة في ليبيا وفي خارج ليبيا أن تكون لها موطئ قدم، ويعني تحاول أن تأخذ بيدها السلطة قدر الإمكان، ما سبب هذه المشاكل بين المناطق وبين الميليشيات نفسها التي سيطرت على البلاد بعد سقوط النظام. بالتأكيد الجو يعني الآن في ليبيا هو سوداوي إلى حد بعيد بسبب سيطرة الميليشيات، وبسبب أيضا السبب الآخر الأهم وهو عدم قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على الأطراف المترامية، حتى المدن الكبرى كما في بنغازي مثلا، التي أعلنت قياداتها نيتها الانفصال وتشكيل، ليس الانفصال، تشكيل إقليم فيدرالي في ليبيا. لكن أيضا الأخطر في رأيي هو كما حصل في لبنان من تغلغل الجماعات المسلحة المتطرفة، هو الأمر نفسه في ليبيا، تغلغل الجماعات المسلحة المتطرفة التي يعني تفرض شروطها وتحاول ابتزاز السلطات المركزية بشروط مثل إغلاق المنشآت النفطية مثلا، أو محاصرة وزارة الخارجية والعدل والدفاع بغية لتحقيق أهداف سياسية محددة. هذا هو الجو العام في ليبيا الآن. نعم. الجماعات المسلحة دعنا يعني نتذكر أن هنالك عملية انتحارية جرت للمرة الأولى الشهر الماضي بما يحاكي ما يحصل في سوريا والعراق، وأعتقد هذا هو الخطر المحدق الذي سيهيمن على الوضع الليبي في العام المقبل. طيب دعني أتحول إلى السيد صلاح مغاوري من القاهرة. سيد صلاح، يعني انقسامات كثيرة في العالم العربي، السياسة العربية اليوم في عدة دول عربية فيها انقسامات، في أكثر من دولة عربية، لكن خلينا نسأل عن الانقسامات في ليبيا. هل ستستمر سيدي الفاضل الانقسامات في ليبيا في ظل التطورات الحالية الموجودة أم أنها ستتلاشى؟ أعتقد أن وهذا محزن للغاية أن الانقسامات في ليبيا قد تزيد خلال المرحلة المقبلة، كما أشار الضيف الكريم
من لندن عندما هدد إقليم برقة منذ أكثر من عام بالانفصال عن ليبيا، إلى جانب وجود السلاح بشكل كثيف. كما تعلم أن بعض القبائل وبعض القوى تمكنت من الاستيلاء على مخازن كاملة كان يسيطر عليها الجيش الليبي السابق. هذا السلاح أصبح الآن في متناول الكثير من الليبيين. هذا السلاح جزء منه تسرب عبر الصحراء الغربية إلى داخل مصر، وما زال يتسرب هناك قوة كثيرة وتجارة سلاح أصبحت بعد ثورة 25 يناير في مصر يعني تجارة رائجة للغاية. هذا السلاح هرب جزء كبير منه إلى داخل سيناء، يستخدم الآن في العمليات الإرهابية داخل مصر. تسلل منه بعض السلاح الذي يستخدم الآن في عمليات التفجير. ما يحدث في ليبيا هو انعكاس لما يشهده العالم العربي بشكل كامل، كما شاهدنا خلال العامين الماضيين. جامعة الدول العربية أصبح الآن دورها يقتصر على تدعيم القرارات التي يعني أصبحت يعني تهدد بالانقسام أكثر داخل الساحة العربية، بدلا من أن تكون جامعة لكل الدول العربية. أصبحت استخداماتها قطر في السابق كمعول هدم للمنطقة العربية بأكملها. هذا الدور يجب أن يعاد النظر فيه، وبعض الأصوات وبعض السياسيين الآن أصبحوا ينادوا بشكل واضح بضرورة إيجاد منظومة عربية تحافظ على الأمن القومي العربي بشكل كامل. ما يحدث في سوريا الآن يندى له الجبين من تشرذم من بعض القوى تساند القوى التمرد، والبعض الآخر يدعم القوى ضد الشعب السوري. ما يحدث في ليبيا مؤهل للتزايد، خاصة في ضوء يعني تزايد وجود السلاح ووجود بعض العناصر التي أصبحت الآن تتوجه إلى ليبيا للانضمام إلى هذه الجماعات التي قد تساعد على زعزعة الداخل الليبي وتساعد أكثر في موضوع الانقسام داخل الساحة الليبية. ما يحدث في تونس الآن من وجود بعض التوترات داخل المشهد السياسي، ويعني التوتر الذي تشهده المنظومة السياسية داخل تونس سيلقي بظلاله بطبيعة الحال على المشهد الليبي، وقد يتأثر الوضع داخل ليبيا بما يحدث داخل تونس. طيب، إلى بغداد وإلى الدكتور خالد عبد الإله. دكتور خالد، يعني نتحدث عن ميليشيات ونتحدث عن جماعات مسلحة كثيرة في ليبيا، تحدثنا كذلك عن يعني أسلحة استعملتها هذه الميليشيات من زمن حكم معمر القذافي. يعني هل تعتقد أن هنالك دعم خارجي لهذه الجهات سيدي الفاضل؟ يعني بالتأكيد هنالك الدعم الخارجي موجود، ولو نستقرأ ما تشهده اليوم فيما يتعلق منطقة شمال أفريقيا، تونس، هنالك مسألة وجود فصائل أو ميليشيات مسلحة ذات توجهات تنتمي إلى تنظيم القاعدة. نعم. ما يحدث اليوم في ليبيا اليوم من أزمات متزامنة ومتلاحقة وتهدد السلطة الاتحادية والمركزية المنتخبة من المؤتمر العام، أيضا تشير حقيقة إلى مسألة خاصة أساسية بأن هنالك أيضا العامل الخارجي. الوثيقة التي تم الوصول إليها فيما يتعلق بالوثيقة القطرية، هذه هي التي تكشف اليوم عن سعي قطر إلى تمويل وتدعيم هذه المجاميع الإرهابية. ننتقل إلى المشهد المصري، وما اليوم موجود جماعات إرهابية من تنظيم القاعدة أو تنظيمات بيت المقدس والتجهيزات العسكرية والدعم المالي واللوجستي. نجد أيضا هنالك العامل الخارجي هو الذي يقف. في داخل المشهد السوري هنالك 6 مجاميع مسلحة متطرفة ما يسمى بالجبهة الإسلامية، وإضافة إلى تنظيم داعش، وأيضا إلى جبهة النصرة، وأيضا هي كلها مدعومة من قبل أطراف خليجية من المملكة العربية السعودية وقطر بالذات. ما يحدث اليوم في العراق والجيش العراقي البطل الذي
اليوم يمارس عمليات نوعية في صحراء الأنبار والموصل وكل المناطق العمليات. أيضا نجد بأن التمويل هو تمويل خارجي، فالمشروع هو مشروع خلق هذه الجماعات أو البيئة المتطرفة لهذه الجماعات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هنالك مشروع، هذا المشروع هو الذي لا يخفى الكثير عنه فيما يتعلق بالمشروع الطائفي، أي تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية وقومية ومذهبية. الكثير من السياسيين العرب يتحدثون نحن ضد الطائفية، ضد القومية، ضد المذهبية، ولكن هم الذين يعملون عرابين لتنفيذ هذا المشروع. لذلك تشوف هنالك صدام. اليوم الجامعة العربية ليست جامعة لشعوب الدول العربية، وإنما هي لإدامة وجود الأنظمة العربية الموجودة. اليوم ما تعانيه المشهد الليبي من وجود هذه الفصائل المسلحة هو كان بسبب ما ينجم عن الضغط الخليجي والمملكة العربية السعودية وقطر، وأيضا الدعم المالي لوجود مثل هذه الجماعات المسلحة. إذن المشروع الطائفي ومشروع الميليشيات المسلحة المتطرفة التي هي تكون عرابة للتقسيم ينفذ بأطراف خارجية. صحيح كانت البيئة موجودة ومتوفرة، ولكن العامل الخارجي هو الذي اليوم بات يحرك هذه الجماعات والميليشيات المسلحة. طيب، نتكلم اليوم عن هيبة الدولة واستعادة هيبة الدولة. خليني أذهب بسؤالي للسيد جعفر الأحمر بدقيقة واحدة. سيد جعفر، طبعا وعذرا لضيق الوقت، لكن كيف يمكن اليوم استعادة الهيبة للدولة؟ يعني لو تكلمنا عن خطوات، ما هي هذه الخطوات؟ أرجو جواب بدقيقة واحدة. يعني يجب توافق كل القوى السياسية على مرحلة انتقالية. هذا هو الحل الأساسي، يعني الحوار. لا يوجد إمكان لتسيطر الطرف ولو كان يمتلك الغالبية الآن، بسبب أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية يجب أن يتم فيها التوافق لكل القرارات. وما أعتقد أن ما زال هنالك متسع ولو كان ضئيلا من الوقت لإقامة مثل هذا الحوار الوطني. نعم. واستيعاب كل القوى في الإطار الذي يعني جزء منه المؤتمر الوطني العام الذي يرأسه نوري أبو سهمين. شكرا لك الأستاذ جعفر الأحمر المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وكذلك الشكر موصول للأستاذ صلاح مغاوري من القاهرة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكما سادتي الأفاضل. والشكر أيضا لأستاذ العلوم السياسية من بغداد الدكتور خالد عبد الإله، حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وكذلك شكر لكادر العمل بصورة عامة في بغداد والقاهرة ولندن. هذه أطيب التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة